في الفيديو ده هنتكلم عن الريليف فالف لكن من النوع بايلوت اوبريتد، وهنتكلم عن انه ازاي بيشتغل وبيتكون من ايه وايه الفرق بينه وبين الدايركت اكتنج ريليف فالف واللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. قبل ما نعرف الفرق بين الدايركت اكتنج ريليف فالف والبايلوت اوبريتد ريليف فالف، خلونا نفهم الاول يعني ايه بايلوت ريليف فالف او صمام حد ضغط مرشد التشغيل. في الحقيقة النوع ده بيكون ليه أكتر من تكوين داخلي وأكتر من شكل، ولكن الشكل المقطعي اللي قدامنا ده أكترهم انتشار، بس كلهم نفس الفكرة، واللي بيفرق بس أماكن الأجزاء فين وراكبة مع بعضها إزاي. طيب هو بيتكون من إيه؟ زي أي ريليف فالف ليه فتحتين، فتحة دخول وفتحة خروج، ومن الصمام الرئيسي وده لما بيفتح بيودي السائل ويرميه في التانك على طول، والصمام ده فوق سوستة ضعيفة خالص ما بتستحملش الضغوط العالية، وفي أورفيس واللي بياخد السائل ويمشيه في المسارات دي وبيخلي السائل يزق مع السوستة كمان من فوق، والبايلوت فالف واللي نقدر نقول عليه إنه زي الصمام اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات مع اختلاف الحجم، وهو ده بقى اللي بيتحكمني في الصمام ده كله. لكن ازاي؟ ولا نفترض ان احنا ظبطنا الصمام ده على 150 بار، فلما السيستم يشتغل، ولا نفترض ان السائل بيتضخ في العادي بتاعه على 100 بار، فالضغط هيكون فوق 100 بار زائد قوة ضغط السوستة الكبيرة دي، وبالتالي الناحية اللي فوق هي اللي كسبانة، وبالتالي الصمام هيفضل مقفول. ولكن لما الضغط يوصل لمية وخمسين بار، فالصمام اللي فوق ده هو اللي هيفتح بس ويثبت لي الضغط فوق على 150 بار، لكن تحت الضغط يقدر يزيد أكتر. فلو الضغط زاد عن قيمة الضغط بتاعة الصمام ده وقيمة ضغط السوستة الضعيفة دي، هيقدر يتغلب على الصمام الرئيسي وياخد السائل اللي ضغطه عالي ده ويوديه على التانك على طول. وبكده نقدر نقول إن الصمام ده حافظ لنا على إن ضغط السائل ما يقدرش يزيد عن 150 بار وقيمة ضغط السوستة الضعيفة دي. أما بقى لو جينا نعبر عنه بالرموز، فنقدر نقول إنه نفس رسمة الدايركت أكتنج ريليف فالف، لأنهم هما الاتنين لهم نفس الوظيفة، ولكن في مصنعين بيحبوا يفصلوا الصمام ده. بس إزاي؟ هو مش ده عبارة عن صمام مقفول، ولما الضغط بيعلى بيودي السائل للتانك، فهنرسمه على إنه مقفول، وبيكون مقفول بواسطة السوستة دي، ولما الضغط تحت يعلى بيفتح المسار ويودي السائل للتانك. وأخدنا شوية من السائل عن طريق الأورفيس وخليناهم يروحوا يزقوا مع السوستة فوق، وفي كمان أورفيس في الحتة دي. وإيه اللي بيحكم الضغط بتاع السائل اللي بيزق فوق السوستة؟ البايلوت فالف، فهنرسمه برضه، وهو نفس رسمة الدايركت أكتنج واللي شرحناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات.